السلام عليكم، اخباركم ايه؟ في الفيديو بتاع النهارده هنعمل مع بعض والاول مره بجربها معاكم كيكه الويفر او بسكوت الويفر. الوصفه دي وصفه جزائريه واسمها كمان عندهم كروكي. هنعملها النهارده بمنتهى البساطه، واسفه جدا لو كنت ما عملتهاش زيهم بالظبط، بس احنا هنجرب مع بعض ونشوف النتيجه. هنجيب بوله ونحط فيها بيضتين، حجم البيضتين دول متوسطين، وهحط عليهم بالمج الشاي العادي خالص نص كوباية من السكر، وكمان نص كوباية من الزيت، ويفضل طبعا الزيت ده يكون نوعية كويسة. هحط دلوقتي معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وتقدروا تحطوا كيسين من الفانيليا. ضربتهم مع بعض كويس بالمضرب اليدوي، والسكر يكون حبيباته ناعمة علشان يتضرب معانا بسرعة. ولو بنستعمل سكر خشن ممكن نضرب الخليط ده كده في الخلاط لمدة نص دقيقة، هيبقى معانا حلو جدا. هحط دلوقتي معلقة كبيرة من النشا، وبعد كده هننخل الدقيق. انا هستعمل النهارده كوبايتين ونص ومعلقه من الدقيق، هنشوف معانا دلوقتي. هحط اول كوبايه هنخلها كده على المكونات السايله، وبعد كده جبت تاني كوبايه، وما نضغطش الدقيق جوه الكوبايه، لا بنحطه كده ونساوي بس الوش بتاعه علشان مقدار الدقيق يطلع مظبوط معانا. ما نضغطوش في الكوبايه زي ما قلت لكم. دي النص كوبايه هنخلها دلوقتي، وهنخلط كده العجينة بتاعتنا، وهنشوف هتحتاج معلقة من الدقيق ولا لا. هنحط دلوقتي نص معلقة من البيكنج باودر ورشة ملح، نص معلقة مليانة يعني بمعدل معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، ورشة الملح صغيرة جدا. هقلب دلوقتي كده بالمعلقة عادي خالص، والعجينة دي ما بتتعجنش ولا فيها أي تعب. انا قبل ما اجربها بجد كنت خايفة جدا، لكن ممكن تعملوها اكتر من مرة في الاسبوع لان هي سهلة وبسيطة قوي. حتى الطبقات بتاعتها بتتعمل بمنتهى السلاسة. خلطت العجينة واختبرتها بالايد النظيفة كده، لقيتها بتلزق حاجة بسيطة قوي، فقلت خلاص هي كده هحط لها معلقة من الدقيق واخلط تاني واشوف. خلطت كده لقيتها كويسة، وطبعا تختبروها بالايد النظيفة. لقيتها كويسة واتكونت معايا عجينة طرية شبه عجينة البسكوت بالظبط. اخدتها كورتها وهنشتغل فيها على طول من غير ما نريح العجينة ولا ندخلها التلاجة ولا اي حاجة. بصوا بقى معايا العجينة طرية ازاي، مش ملزقة خالص خالص. هو ده القوام كده اللي احنا عايزينه. هنحطه في البولة ونقسم العجينة دي كده لنصين، هنوزن كل نص فيهم علشان نتأكد كل واحد هيبقى وزنه قد ايه. انا هخلي الكورتين مش قد بعض بالظبط، لان في كوره فيهم هضيف عليها معلقه كبيره من الكاكاو. خليت واحده 340 والكوره التانية 345 جرام، وحطيت كل واحده فيهم في بوله منفصله. جبت العجينه اللي وزنها 340 جرام وحطيت عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام، يكون نوعيه كده كويسه او اي نوعيه انتوا تفضلوها، بس ما يكونش محلى. دخلته كده علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده هبدأ دلوقتي اخلط العجينة تاني بايدي بعد ما احط عليها معلقة من الزيت، لان الكاكاو ده بينشف العجينة بتاعتنا شوية. وعايزة اقول لكم اضافة الزيت ده ممكن تضيفوا معلقة لمعلقتين بس، وهتخلطوا بس مش هنعجن العجينة خالص، لانها لو اتعجنت معانا هتقلب حاجة تانية خالص. خلطنا بقى العجينة بتاعتنا، وبعدين غلفتها كده ببلاستيك وسبتها على بال ما افرد العجينة البيضة. بدأت بالعجينة البيضة، هفردها معاكم هتشوفوا السمك بتاعها عامل ازاي، ما بتبقاش رفيعة وما بتبقاش سميكة. ويفضل طبعا نفتح كيس بلاستيك تلاجة علشان الشغل فيها هيبقى سلس جدا. من الاول خالص كده هنجهز كيسين، هما دول اللي احنا هنشتغل فيهم. هنفتح بقى الكيس التاني وهنفرد العجينة اللي كان محطوط عليها كاكاو، هنفردها قد التانية بالظبط. يعني انا بقيس كده بالمسطرة على قد ما تقدروا، خلوهم قد بعض. شلت العجينة السمراء وحطيتها على العجينة البيضاء، او ممكن تعملوا العكس مفيش اي مشكلة. هنحطها على قدها بالظبط يعني كده، وهنحاول نضغط عليها ونساوي الاطراف بايدينا مش بسكينة، مش هنقطع ولا نهدر اي حاجة. وهنبدأ بقى نطبق اول تطبيقة، وبمساعدة الكيس البلاستيك بتاعنا طبقتها كده تعتبر اول تطبيقة. وهاخدها بقى كده، انا علشان التصوير بشيلها وبظبطها قدام الكاميرا، لكن انتوا في البيت ما تحاولوش تشيلوها كتير علشان تعرفوا تتعاملوا معاها وما تحسوش كده ان انتوا بتشتغلوا في حاجة صعبة. فخلوها كده ما تحركوهاش كتير، العجينة بتبقى لينة جدا وطرية، والشغل فيها جميل وسلس وكل حاجة، بس ما تحركوهاش وتشيلهاش كتير. اشتغلوا بمساعدة الكيس دايما. فردتها كده تاني زي الاول، وطبقتها تاني تطبيقة، وبعد كده هفردها تاني بالنشابة دي. بحبها جدا، الشغل بيها يعني بيبقى سهل وجميل وسلس.
بصوا بقى تقطعات الكاكاو اللي باينه من فوق دي بسبب ان انا بشيل العجينه وبعدلها. طبقتها كده التطبيقه الثالثه، وهي المفروض طبعا بتطبق 4 تطبيقات، لكن انا هطبقها 3 تطبيقات وبس، لاني انا ما بحبش الكيك او البسكوتات تبقى مرتفعه قوي. انا عايزاها النهارده تبقى سمكها كده مش مرتفع، ودي وجهه نظر طبعا واذواق. لو طبقتوها 4 تطبيقات هتاخدوا طبقات اكتر من اللي انا عملتها. حطيتها في صاج الفرن العادي جدا، مش شرط صاج معين، دخلتها على الرف الاوسط على درجة حرارة 180 زي تسوية الكيك العادي لمدة 20 ل 25 دقيقة. خرجتها وحطيت عليها وهي سخنة 200 جرام من الشوكولاتة، كان باكيت شوكولاتة كده اللي هو 200 جرام، حطوه بعد ما تسيحوه على البخار. وهنا كانت الصدمة طبعا، اللي كنت فاكرة ان الكاميرا بتصور، بعد ما سيحت الشوكولاتة البيضة وجيت احطها في الكيس وانزل على الكيك بتاعنا، لقيت الكاميرا ما بتصورش. اسفة جدا، احنا بنعمل خطوط من الشوكولاتة البيضة على الشوكولاتة السمراء وهي سايحة وسخنة زي ما هي، وبعد كده بناخدها بقى كده بعود خشبي رايح جاي علشان ناخد الشكل الجميل ده. وقطعتها مربعات كده بمساعدة سكينة طبعا مشرشرة، بتبقى اسهل بكتير. الحجم والسمك والارتفاع بتاعها مناسب جدا جدا بالنسبة لي وبالنسبة للأولاد. هتعملوها لولادكم في اي مناسبة او تقدموها لاي حد، هتعجبكم جدا، طعمها وشكلها شيك جدا. وبشكر جدا الاخوة الجزائريات لتاني مرة على كل وصفاتهم الجميلة اللي هم بيعملوها لنا. وزي ما شفتوا نتيجة الكيك معايا ممتازة وناجحة من أول مرة أنا جربتها معاكم، دلوقتي هعملها كتير جدا. بنصحكم كمان تجربوها، ومع السلامة.